يلا بينا هنعمل الجيلي الكوري في البيت وبمكونات بسيطة جدا. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير. 3 مكونات بس رهيبة. اي عصير انت بتفضليه، كوكتيل اي نوع. ده انا استخدمت هنا الكوكتيل ده 200 ملي وحطيت عليه نص كوباية من السكر ونص كوباية من النشا. انا حسيت ان هو يعني كان هو طعمه كان حلو، بس حسيته كان عايز عصير اكتر. فيفضل ان انت تستعملي 400 ملي مرة واحدة على نص كوباية من السكر ونص كوباية من النشا، وهتقلبيهم على البارد الاول وبعدين هنرفعهم على النار زي ما باين عندكم كده في الفيديو. اول ما وايدك لازم تبقى فيه بتقلبيه وما يكونش على نار عالية، نار متوسطة. او ما وصلنا للقوام ده نقلناه بقى في كيس حلواني، واستعملت القمع اللي على شكل نجمة، وحطيت ورق زبدة وبدأت ان انا اشكله بالشكل ده لحد ما الكمية بتاعتي خلصت. ما شاء الله طلعت لي كمية فظيعة. لازم تسيبيه ينشف لمدة نص ساعة، بس انا عشان كنت بصور ما عنديش وقت فباين ان هو كان لسه طري، فلازم ينشف. وبعدين نقلته في برطمان. ودي كانت نهاية وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.